تكون موجود معانا هنا على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا يا كابتن. خليك، ربنا يخليك. شكرا. نموذج. لا نموذج طبعا. بعد كده انا ما بهزرش في قصه المطار ده، فظيع. ده في وسط المايه فظيع. جزيره تعمل كده الطياره ما ينفعش. عشان كده بتقلق رحتها مره يعني. واحده ويستعيد اروح تاني. بتقلق. لا اي حد هيقلق. يعني وانت نازل اي حد هيقلق. فظيع يعني. نازل كانك نازل في الميه وبعد كده الهواء بيلعب بيك بقى. فاهم، فيضطر تطلع تاني وتلف تاني. قصه كده لذيذه جدا. فهي مره وشكرا ومش هتحصل تاني. طب يمكن هو ده السبب اللي رجع لعيبك يا راجل حرام عليك. ده اتوبيس راح البحر. ما انا عشان كده بقول لك هو نموذج ليه؟ لان حتى التاثير السلبي اللي حواليه، اللي الناس اللي نزلت ما اثرتش. شغال. هو كوكا برضه. كوكا طبعا. بس خلي بالك انا ليه ما كانش على كوكا؟ لان الانطلاقه ما كانتش عاجباني، يعني فاهم قصدي؟ الحركه نفسها انا ما اعرفش التفاصيل بتاعتها. كويس. بس حصلت، فانا ما اقدرش اتكلم. بس هو طبعا متالق جدا، ده هايل. هايل. يا ريت ابقى عندي واحد زي كوكا كده برضه. هايل. كابتن نادر، ايه الفرق بين وكيل اللاعبين والمسمى الجديد للاتحاد الدولي الوسيط؟ الوسيط اي حد ممكن يكون وسيط. يعني حضرتك ممكن تكون وسيط. مفيش اي مشاكل خالص. وبعد كده الاتحاد الاهلي هو اللي ايه؟ سمير عكاشه بيقول لي ايوه بقى خلي الظهر يلعب. ماشي يا سمير. بعد كده الاتحاد الاهلي هو اللي بيحط الشروط، يعني الفيفا مالهاش دعوه بيك خالص. فاهم؟ وبتقول لك انت بتاخد نسبه من بين 3% لفيما فوق. ما حددش فيما فوق دي قد ايه. فانت عيش حياتك. فتح الليله. عيش حياتك يعني. حسب انت وشطارتك. فالاول كان في امتحانات وبتاع دلوقتي اي حد ممكن يشتغل وسيط. كويس؟ مفيش يعني مشكله. لكن في الاخر انت لازم هي خلي بالك. بس هم ايه؟ الفيفا قالت لك دول بيجيبوا مشاكل كتير، فايه؟ ارميهم على الاتحاد الاهلي بتاعهم ونخلص من القصه دي. فاهم قصدي؟ يعني اي بني ادم على وجه الارض ممكن يكتبوا اللعيب في الخانه بتاعته ده الوسيط بتاعي. بدون اي مؤهلات او بدون اي لا اختبارات. مؤهلات لا اختبارات. يعني ما هو انت النهارده ما عندوش مجتز اختبار معين في الفيفا. لا بالظبط. ولا اي حاجه، بدون اي مؤهلات في الحته دي. الحته دي وبس ما كنتش شغال في انديه ولا كذا لا اي حاجه. اي حاجه رياضيه يعني. ما كنتش شغال في ما يكونش لعيب مثلا، ما يكونش اداري، حاجات كده يعني. يكون بطل. يكون يعني بطل ممكن طبعا. يكون كلهم بقى يبطل ويروح داخل. طبعا. فاهم؟ لكن يؤدي نفس الاداء. هل من خلال وكيل معتمد ولا خلاص؟ لا يشتغل زي ما هو عايز. مش غير اي حاجه خالص. اي حد يبقى وسيط. كويس. فخلي بالك ان هي هتلف وترجع تاني. الفتره اللي فاتت شفنا ناس كتير قوي بتجيب عروض وبتروح وبتيجي بس يعني خلي بالك بره برضه بيشتغلوا بالايجنتس. يعني انت وسيط وكل حاجه، بس انا الايجنت يعني كريستيانو رونالدو عنده الانسان بتاعه، اللي مش عنده خلاص. هو الوسيط ده موجود طول عمره. بالظبط. بس بقى له شرعيه شويه في العقود. بالظبط. ده اللي نقدر نوصله. برافو عليك. وكل اتحاد اهلي ليه بقى الشروط اللي هو يحطها. فاهم قصدي؟ يعني هنا في اتحاد انجلترا قال لك لا هم سنتين بس. ممكن يبقى السنه مفتوحه، ممكن اعمل العقد مره ونص الصبح 5 سنين. فاهم قصدي؟ انجلترا لا، انجلترا تقول لك لا سنتين بس اخرك. كويس. في مصر لسه ما عرفناش اصلا، لسه ما فيش اي حاجه حصلت ولا حاجه. يعني تخش هيدوك ولا رحنا حتى الوسيط ولا رحنا حتى لاي حاجه في مصر. لا لسه ما فيش حتى العقود نفسها، ما فيش العقد ما بين الوسيط. شغالين على موجوده على قديمه. على قديمه. حلو قوي على قديمه دي والله. بس ما توعاش معاهم بقى والنبي عشان لا خلاص. لا بس هم لازم يهتموا بالحته دي شويه. بجد والله. لان انت عندك حاجات كتير قوي في اتحاد الكوره المفروض تتعمل في العقود بتاعت اللعيبه وبتاع. لان بره يا كابتن ايه اللي نفسك تلاقيه في العقود؟ ايه اللي موجود في نفسي الاقي ان اللعيب اهم من النادي. لان بره في الدنيا كلها اللعيب اهم من النادي. هنا عكس كده خالص. فاهم؟ هم بيحاولوا هنا يقربوها شويه، لكن لا. يعني الفرق اللي بتعمله من لاعب بعقد انجليزي في الدوري الانجليزي، وايه الفرق بين لاعب بتعمله عقد هنا ما فيهوش جارانتيز، ما فيهوش اي حاجه تضمن لك اي حاجه خالص. انت النهارده ممكن تمضي 5 سنين وبعد سنه يمشيك. فاهم قصدي؟ حاجه كارثه يعني. النهارده عندك بيت وعيال وعيله وبتاع وماضي 5 سنين وعارف ان انت في الخمس دي هيخش لك مليون. حلو جدا. بعد سنه واحده قال لك باي باي. اخدت انت بقى بره بقى مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. انت عندك 5 سنين يعني لو لاعب ماضي 5 سنين ومشوه النهارده ياخد بقيه العقد كله. ما دي بقى تخليك تعمل ايه وانت بتمضي؟ تعرف ان اللعيب ده انا عايزه. صح؟ عايزه، مش بتخانق عليه وخلاص. مش بتخانق عليه وخلاص. ولو مضيته 5 سنين، طب تعالى يا شاطر انت مش مضيت 5 سنين، ادفع 5 سنين. هنا بقى تمضي 5 سنين وبعد ايه؟ قبلها ب 15 يوم ولا ايه؟ ولا بعد. بقول لكم اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته. هو ده الكلام اللي عايزين نفهمه. لا هنا حتى لما تيجي تعمل الشروط الخاصه، يعني دي انا برضو حاولت. يعني انا خلي بالك دلوقتي ما بقيتش شغال كمان بره، بس انا قلت هدخل جوه اشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. فبقيت ابتدي شغال في درجه ثانيه ودرجه ثالثه، ابتدي اعمل عندي بقى واحد شغال في درجه ثالثه ودرجه بقيت يعني حاجه جميله. تشوف المواهب حلوه. طبعا في حاجات كويسه قوي. بس ليه مش داس في افريقيا يا كابتن؟
يعني عايز اقول لك حاجه عشان يعني الطيران برضه، ارجع اقول لك الطيران برضه ما بحبش اروح افريقيا خالص. انت بتقلق قوي ان الطيران في افريقيا جميل، كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى طبعا. بس انت تقول لي مثلا روح نيجيريا، اقول لك هبعت اي حد. وروح فرنسا عينيا. طب ما كده بقى مش طيران بقى، كده مش طيران. ما اعرفش، ما احبش يعني غانا نيجيريا طبعا فيها دوام، بس خلي بالك الناس سبقوك خلاص. انت سبقوك. متاخر شويه، انت هتجيب بقى اللي هو مش وقع ده، انت اللي وقع متاخرين. لكن هنفضل لغايه امتى متاخرين؟ ما احنا نفسنا حد من النماذج المصريه. انت عندك هنا حاجات كويسه قوي، انت مش علينا يا كابتن، بيجي لنا حاجات كتيره. لا يعني انا مش قصدي ان انت تجيب من افريقيا، انا قصدي انت ليه تطلع افريقيا. طبعا انت عندك هنا مواهب بسم الله ما شاء الله. حلو، انت خدتني البعد. انت عندك هنا مواهب، انا شفت حاجات. انا ببص بقول لك انا بقى من ساعه ما رجعت من بلجيكا قاعد اتفرج على درجه رابعه، درجه ثالثه، في درجه حاجات حلوه. لا طبعا في حاجات حلوه قوي. في ناس لا تصلح انها تلعب في دوري ممتاز، وفي ناس تصلح انها تلعب في دوري ممتاز بتلعب في درجه ثالثه. فاهم قصدي ايه؟ ايوه. فلا طبعا بالعكس، ده اللي خلاني برضو ان انا ابتدي ابص على الولاد الصغيرين اللي تحت. مواهب. طبعا. وامكانيات. فيها ممكن حد من القسم الثاني والثالث هتطلعه بره على طول، ولا ممكن نشوفه الدوري الممتاز الاول بدون ذكر اسماء؟ ولا عايز تذكر اسماء اسكت. بص المشكله بتاعت الناس اللي في الدرجه الثالثه والثانيه تقول لهم فين الباسبور، يقول لك باسبور ايه؟ فلو هي دي اتحلت لا هتسمع شويه اسامي يطلعوا ما عندوش ثقافه ان هو من غير ما يطلعوا على حاجه هنا. طب انا هطلعوا حاجه هنا دي؟ ما انا ممكن زي ما انت بتقول دلوقتي هطلعوا البرتغال او ولا حد عارفه ولا حاجه، هيطلع البرتغال يقعد سنتين ويبتدي يتاقلم وعنده 17 18 سنه ومحدش عارفه خلاص. فاهم قصدي؟ وابتدي بياخد مسيره بتاعت كوكا بس بالطريقه لان البرتغال ارض خصبه جدا للعيبه المصريين طبعا، لان ما فيهاش ولا ميم ساريه، ما فيش حاجه اسمها حد ادنى للاجور، ما فيش رقم معين للناس. فاهم قصدي؟ فانت ممكن تطلعه عادي. فطبعا ارض خصبه جدا، واللعيب المصري يتاقلم في البرتغال جدا عشان الجو. الامور قريبه. طبعا امور قريبه، لكن في ناس تصلح في الدرجه الثانيه. طبعا تصلح، وناس كتيره، ناس كويسه جدا وعقليات كويسه جدا برضه. يعني انا قعدت دايما حد بقعد معاه اتكلم معاه افهم الاول عشان ما اضيعش وقتي. فلا الحمد لله رب العالمين في ناس كويسه. في لعيب بيسعى انه يوقع معاك وممكن ما ترضاش. طبعا. لا دي حصلت في عزها، دي حصلت في 2008 اللي هي لا طبعا حصلت. ليه بترفض؟ عشان عارف ان هو عايز يقعده خلاص، مش عايز ان ياخد لان هو بدماغه او بدماغ حد تاني، مش هيسمع كلام انا. طب انا ليه اعمل في نفسي كده؟ لا طبعا حصلت، وحصلت بقول لك في عز منتخب مصر اللي هو يعني كان مكسر الدنيا. يعني لقيت الناس اللي نعرف نشتغل مع بعض، لكن في ناس ما اقدرش اشتغل معاها خالص. عقليه بعض لاعبي كره القدم ربما ما بتخليهمش يحققوا اللي هم عايزينه، او في لعيب ممكن يبقى عنده موهبه كبيره جدا لكن ما عندوش اداره او فن اداره موهبته. طبعا في كده كتير، لكن برضه ارجع اقول لك كل فيلد او كل مهنه فيها الكويس والوحش، فيها المتعلم والمش متعلم قوي، في كل حته في العالم، مش كوره بس. فاهم يعني؟ ما تحطش دي في كوره بس، حطها في اي حاجه ثانيه. لكن لعيب الكوره ليه؟ عشان اللي بيعمله قدام الناس على طول. لعيب كوره بيشتغل لايف زي ما بيقول، يعني بتحطه في الملعب بيشتغل كويس، بيلاقي رد فعل بسرعه، بينزل الشارع بيلاقي حاجه عمره ما شافها. كان معاه جنيه بقى معاه مليون. كان بيركب ميكروباص عربيه، كلها بسرعه كلها بسرعه كلها بسرعه. الناس تقول لك احنا عايزين اولاد كلها بسرعه. فطبعا لو انت مش واقف وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى كويسه، طبعا لا هتروح ورا الشمس. اللي مخلي صلاح بسم الله ما شاء الله واقف في القصه دي. بص صلاح عدى على صاحبه. لا النني ده قصه ثانيه اقول لك عليها. القصه النني ما حدش كان متخيل انه يلعب في ارسنال. طبعا صح ولا مش صح؟ طبعا. وانا اما قريت الخبر بتاع ان ارسنال فينجر قال لك نني، عمره ما هيقول الكلمه دي غير ما يكون بص جايب كل رقم وكل باص وكل حاجه عن الراجل ده، كل نفس. مش حاجه يعني اللي هو يعني جايب ساحر يعني. لا ده هو جايب الارقام، الراجل ده بتاع ارقام يعني. ما اما راح مش انت برضه لسه مش مقتنع. ابتديت تقتنع ولسه السنه الجايه هتقتنع اكتر. وشفته في التوليفه لقيته جاي ولد بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ لا بينسجم وعايز يتعلم وما بيبصش بره، شغال ملعبي، هو ده اللي انا هشتغل فيه لغايه ما اخلص. باين قوي. اللغه عند النني عامله ايه؟ انا ما اعرفش النني على فكره. انا كل ما بكلمك انا ما اعرفوش. ما اعرفوش. مراقبتك بس للموقف. مراقبتي للبني ادم اللي اتحط في حته وابتدى يستغلها صح،
وانت مش عارف ان هو محمد صلاح، كلنا عارفين ان هو لعيب جامد. تمام. لكن النني انت كنت يستحيل تقول ان الراجل ده هيلعب في الارسنال، صح ولا مش صح؟ بالظبط. حتى طبعا. مهما كنت خبير كروي. لا 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 لا، حقيقه حقيقه. النني هيبقى طلقه جامده جدا كمان سنتين، لان هو ما بيهداش، هو بيتعلم كل يوم، واللي مش مقتنع بيه بيخليه يقتنع بيه. فاهم قصدي؟ هو واخد تاني اسبوع وصبور وما بيتكلمش كتير وما ما بتلاقوش في صوره كده ولا شغال قطر. ربنا يكرمه. طبعا ده واحد لا طبعا ده نموذج برضه. نموذج طبعا. ولسه كمان لسه هتتوقع مني حاجه كويسه كمان سنتين. اعتقد ان هو هيلعب برضه في حاجه كبيره جدا. المحمدي قبل ما اروح بقى، محمدي حبيبي ماله، رمضان صبحي ومحمد هاني. محمدي مكمل. لا محمدي خلاص تأقلم. هو واحد ده راح وقال لك كان في اهتمام من مستر مارتن يول، وكان في بعض التقارير. انا قلت الكلام ده كلام فارغ. محمدي اخر واحد يرجع. ليه بقى؟ لان هو اصلا متجوز واحده عندها باسبور انجليزي. تمام. 2 ابنه بقى بيلطم بالانجليزي اكتر من بيلطم بالعربي. كويس. 3 مبسوط جدا وبيته لذيذ جدا وقاعد قاعده ظريفه جدا وابتدى وتأقلم جدا. فهيرجع ليه؟ بالعكس ده الخطوه اللي جايه اعتقد انها هتبقى برضه كويسه جدا. يعني هو خلاص بيخلص عقده في هال سيتي دلوقتي. بيفنش خلاص عقده خلص. على انجلترا برضه. يعني ممكن يبقى هنشوفه في حته معينه. هتشوفه في حته، بس مش حته كبيره قوي، بس حته كويسه، حته في الدوري الانجليزي برضه. فاهم قصدي؟ يعني مش هيكمل في هال سيتي. لا مش هيكمل. لا مش هيكمل في هال سيتي. خلاص كده. دي بس يعني ما نسبقش الاحداث يعني. ما نسبقش الاحداث بس يعني. ندخل بقى في الاحداث. ربنا يكرمه. تاني. بازل كان طلب محمد هاني وراح عمر جابر. ايه الحدوته دي؟ لا هو على فكره ما طلبش محمد هاني. هو وصل حد يجي يتكلم معايا على محمد هاني. ما اتكلمش بطريقه مباشره يعني. كان بيجس النبض بس. انا زي ما قلت لك ولا على فكره في حاجات انا ما برضاش بيها وما بشتغلش بيها. فانا بصراحه قلت انا اوريدي كنت بتعامل مع واحد من بره، قلت له روح شوف القصه بتاعت بازل ماشيه ازاي. اعتقد ان قصه محمد هاني وعمر، خلي بالك ان كابتن مصطفى فتحي طالع وكان رمضان برضه في صوره. يعني خلي بالك ما هو بازل هو هو خلاص هو عارف هنا الفرخه اللي بتبيض دهب، خلاص فهم السكه. يعني ملعب مضمون. لا مش مضمون، لان محمودي راح ما عملش حاجه. بس ما هو انت لما يروح لك 3 و2 يضربوا معاك بالشكل اللي صلاح ضرب بيه، والنني يضرب بيه، ده لو كل 3 ضرب منهم واحد يبقى تمام. لا تمام صح طبعا صح. لا هم شافوا ان عمر جابر لعب ماتشات اكتر. عمر جابر مع منتخب مصر، فاعتقد ان هو ده وكمان كانوا بيتهيألي كانوا عايزين يدخلوا برضه حمودي في القصه. ده اللي انا برضه مستشفه بس انا اعتقد ان ده حاجه وده حاجه دلوقتي. اتفصلت. وعمر جابر يستاهل كل خير الصراحه. يعني بص محمد هاني اللعيب بتاعه، بس انا خلي بالك انا قلت لمحمد هاني وهو يشهد بالكلام ده، قلت له يا ابني لو انت عايز قعدك معايا دلوقتي عشان الناس مش عايز تتعامل معايا، خد القعده اهو وخليهم يخلصوا لك الديل بتاع بس. قلت له الكلام ده في وشه اهو، فاهم؟ قال لي لا انا مش عايز. يعني انت كنت سبب فشل الصفقه؟ جامده قوي دي. لا ما هو انت عشان الكلام ما يتفهمش غلط، يعني انت قلت معلومه ممكن اللي قاعد يقول لك لا مش سبب صفقه. اما اتكلمنا مع بازل ده انا بنقذك. لا بالعكس، لما اتكلمنا مع بازل كانوا لسه بيشوفوا وبيحددوا، كان اسم محمد هاني موجود كويس، لكن ما قالوش ان هم عايزينه. جم تابعوه هنا جم تابعوه هنا، بس برضه ما حدش قال ان هو عايزه. اما جينا اتكلمنا معاهم قال لك لا احنا لسه هو على الليسته، هو عنده كذا واحد في الليسته. كويس. بس الصراحه تتقال هو عمر جابر ما كانش موجود في القصه خالص. لا عمر جابر دخل في القصه كلها كانت جايه لمحمد هاني. على فكره عمر جابر حبيبي يعني. لا طبعا انا مش قصدي على عمر جابر، بس هي القصه كانت جايه مميز ولعيب. خلينا بكلمه بصراحه على فكره، ده عمر جابر في اخلاق، في احترام، في فنيات، لعيب هايل وكان لازم يطلع دلوقتي، فقدر الله ما شاء فعل يعني. ده يمكن فعلا هي فرصته انه يطلع دلوقتي. محمد هاني قدامه الفرص كتير طبعا، وكل اللي مكتوب له حاجه بالظبط كده. وانا قلت له يا هاني لو انت شايف ان انا في ناس ما بثقش فيها، فانت عايز تلعب اللعبه دي اهلا وسهلا، انا وبعد كده انت حر تعمل اللي انت عايزه. بالعكس هو الراجل قال لي لا انا هشتغل معاك، وجات اكتر مره حاضر. مين اللي حط عمر جابر في الصوره؟ لا ما بازل تلاقيه. اكيد بازل يعني. طيب محمد هاني من اللعيبه المميزه جدا. محمد هاني مميز جدا وعنده سرعات وعنده امكانيات كويسه جدا. ومسمع بشكل حلو. قريب ممكن نشوفه. طبعا لا محمد هاني ان شاء الله يطلع باذن الله، ما تقلقش خالص. محمد هاني انا مش قلقان، انا بس انا بص طبعا باذن الله. انا بحب المعلومه قوي.